طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في الفيديو ده يا شباب عايزين نبدأ مع بعض نطبق على الحاجات الكتير قوي اللي احنا اتعلمناها في الفيديوهات اللي فاتت. اتعلمنا يعني ايه كونتينر ويعني ايه ايمج ويعني ايه كولوم ورو، وخدنا حاجات كتير قوي وخدنا معلومات كتير قوي. عايزين نبدأ نوظف المعلومات دي ونعمل بيها ابلكيشن حلو كده، يبقى عبارة عن بيرسونال كارد ليك انت تبدأ تحط فيها صورتك، المعلومات الشخصية بتاعتك وهكذا. تمام، فتعالى بينا بالراحة كده نروح على الكوماند لاين ونبدأ ان احنا نعمل فلاتر بروجكت جديد. انا هروح على الديسك دي عندي، قلت له دي وبعدها نقطتين فوق بعض، فالباص اتغير دلوقتي، هو واقف على الديسك دي، وعايز اروح على الفولدر بتاع الكومبليت اللي احنا بنحط فيه الكورسات بتاعتنا كلها، او اقصد الابلكيشنز بتاعتنا كلها، اسمه كومبليت كورس. وعايز اجي جوه الكومبليت كورس ده اقول له فلاتر كرييت بيرسونال كارد اب بالشكل ده. تمام، بيرسونال كارد اب. تعال ندوس انتر، هيبدا ان هو يكريت لنا البروجكت بتاعنا. طيب عايزين نروح ندوس دي اي ار على طول عشان ياخد النيم كوبي. تمام، خدت النيم. تمام، ثواني، خدت النيم كوبي كده اهو. تعالى نيجي نفتح البتاع ده، او ثواني. طيب هو ما خدوش كله كوبي، تعال نحط كلمه اب. انا عايز افتح او اقف على الباص بتاع الفولدر او البروجكت اللي انا عملته ده، فاجي اقول له سي دي بيرسونال كارد اب، افتح لي او اقف على البيرسونال كارد اب ده، الفولدر ده او الدايركتوري ده، وهدوس انتر. هو واقف عليه دلوقتي وعايز افتحه في الفيجوال ستوديو كود، فهاجي اقول له كود وبعدها سبيس وبعدها دوت، افتح لي يا عم الابلكيشن ده في الفيجوال ستوديو كود. تمام، طيب فتحت كده البروجكت بتاعي في الفيجوال ستوديو كود. هروح على المين فايل هفتحه، وهروح اشغل الايميليتور. انا كده اوريدي مشغله. تمام، هو الايميليتور ده. طيب عايزين نبدا نرن الابلكيشن بتاعنا على الايميليتور، فهاجي على الثلاث نقط اللي فوق دول، واروح على علامه الرن دي، واروح اقول له رن وزود ديباجنج. هيبدا ان هو يرن الابلكيشن بتاعنا. طيب الابلكيشن بتاعنا بسيط قوي، هو فيه الحاجات دي، يعني فيه الصوره الشخصيه بتاعتي، وفيه الاسم بتاعي، وفيه التايتل بتاعي اللي هو انا بعمل ايه او بشتغل ايه او في حياتي يعني عموما. تمام، وعندنا هنا رقم التليفون بتاعي. طبعا ده مش رقم حقيقي عشان ما حدش يتصل عليه، هو ده رقم كده يعني كتبته خلاص. وعندي الايميل بتاعي والفيسبوك، اليوزر نيم او الاسم الاكونت بتاعي على فيسبوك. تمام، هنبدا ان احنا نعمل اكونت او نعمل اقصد كارد زي دي، ونبدا ان احنا نعمل بيها ابلكيشن. تمام، طيب عقبال ما يبدا ان هو يرن الابلكيشن بتاعنا، تعال نشيل الحاجات دي كلها، مش عايزين الكلام ده كله، ونروح فوق على الرن اب دي نحولها ونحط جواها ماتيريال اب. تمام، عشان نبدا نستخدم الحاجات بتاعه الماتيريال ديزاين. وعايز جوه الماتيريال اب دي هروح اعمل او اضيف البروبرتي بتاعه الهوم. هاجي اقول له الهوم يا باشا بتاعتك هتاخد سكافولد. تمام، اعمل لي صفحه جديده، والصفحه دي هتكون فاضيه بالشكل ده. تعال نسيف ونعمل ريستارت. طيب بنعمل ريستارت دلوقتي، هو عمل ريستارت والابلكيشن فاضي دلوقتي وما فيهوش اي حاجه. تمام، طيب العلامه الحمراء بتاعه الديباج دي اللي هي الخط الشريط اللي هو باللون الاحمر ده، تعالى ينفع ازوم هنا؟ تعالى، طيب تعالى نعمل زوم هنا، تعالى نعمل زوم كده اهو. طيب العلامه الحمراء بتاعه الديباج دي رخمه قوي، يعني الشريط الاحمر ده عايزين نشيل الشريط ده، واحنا ينفع نشيله؟ ينفع نشيله. ممكن تشيله ببساطه بان انت تروح على الماتيريال اب، وهتلاقي في حاجه اسمها ديباج شو تشيكد مود بانر. تمام، اسمها ديباج شو تشيكد مود بانر، اسم كبير قوي. انا هاجي، هي المفروض ان هي بتبقى الديفولت بتاعها ان هي الطبيعي بتاعها بتبقى بترو. تمام، انا هاجي اقول له فولس، شيل يا عم العلامه بتاعه الديباج دي. تعالى نعمل ريستارت، هيشيل العلامه بتاعت الديباج وكده كله تمام والدنيا حلو. طيب عايزين نبدا اول حاجه نعمل الاب بار اللي فوق الجميل ده. تمام، ده اب بار اهو، وفيه كلمه بيرسونال كارد وايه، وواخد اللون الحلو ده. طيب تعال نروح على السكافلد ونبدا ان احنا نبصيله اب بار جديد. احنا هنعمل اب بار، هبصيله اب بار بالشكل ده. كنت باجي ابصيله اب بار اوبجكت يعني، وعايزين نبدا نبصيله باك جراوند كولر، عايزين نبدا نحط الكالر بتاع الكالر ده. تمام، اللون ده. طيب انا ممكن اجي اخد الديزاين ده سكرين شوت كده عشان نبدا ناخد منه الالوان، او ممكن اخد الصوره وارفعها على الموقع على طول، ولكن انا ما حبيتش ده، دي الحاجات القديمه بتاعه الفيديوهات اللي فاتت. ما علينا، عايز اروح على الموقع بتاع ايمج كالر بيكر، هكتب كده ايمج كالر بيكر في السيرش، وهاجي افتح الموقع بالشكل ده، وهاجي احط الصوره بتاعتي، وعايز اخد اللون اللي هو الجرين ده او المنت جرين، ايا كان اسمه ايه يعني. تمام، طيب هاجي
هروح على الفيجوال ستوديو كود وهاجي هنا في الباك جراوند كلر، هاجي اقول له ان انت هتاخد كلر وهديله القيمه الثابته اللي هي في البدايه اللي احنا كنا بنبصيها اللي هي 0xff، دي ثابته ما بتتغيرش. وبعد كده هبدا ان انا ابصيله الهكسه بتاعه اللون الجديد. طيب تعالى نسيف ونروح نعمل ستارت ونشوف. عمل ريستارت دلوقتي وغير لي اللون بتاع الباك جراوند كلر بقى باللون الحلو ده. طيب انا عايز ابدا ان انا احط التايتل او التكست اللي موجود هنا ده اللي هو البيرسونال كارد اللي موجوده فوق دي، تمام. هحط الكلمه دي ازاي؟ في ويدجت جوه الاب بار ممكن ان انا ابصيها اسمها تايتل. اتكلمنا عن التايتل ان انا ممكن ابصيله اي ويدجت في الدنيا، وان انا ممكن ابصيله اي ويدجت في الايه في الدنيا. فانا هبصيله تكست وهكتب جوه التكست ده بيرسونال كارد بالشكل ده، تمام. هكتب بيرسونال كارد بالشكل ده. تعالى نعمل ريستارت. طيب جاب لي كلمه بيرسونال كارد وحاططها هنا في البدايه، ولكن في الديزاين بتاعنا او في التصميم بتاعنا كلمه بيرسونال كارد دي محطوطه في النص. يعني بص كده، تعالى نصغر دي بس شويه. طيب بص، بيرسونال كارد دي محطوطه في النص، انا عايز ان انا احط الكلمه دي في النص. هتلاقي هنا في بروبرتي او في حاجه جوه الاب بار، ودي اول مره نعرفها، اسمها سنتر تايتل، تمام. في بروبرتي اسمها سنتر تايتل، هي باي ديفولت على طول هي بتاخد فولس، تمام. هي بتاخد فولس. انا لو جيت قلت له سنتر تايتل بترو، يعني حط لي التايتل ده اللي هو الويدجت اللي هي التكست دي، حطها لي في النص بترو، تمام. وجيت عملت ريستارت، هيبدا ان هو يحط لي التايتل ده في النص، والايه والقيمه هتاخد يعني ايه، يعني ما انا جيت قلت له ترو خلاص بقى هيحط الايه التكست بتاعنا ده في النص. طيب وعايزين بعد كده نبدا نبص لباقي السكرينه بتاعتنا، عايزين نبدا نحط الحاجات دي ونعمل الكلام ده كله. طيب في البدايه لون البادي بتاع السكافولد اللي هو اللون الابيض ده، هو هنا في الديزاين بتاعنا مش لونه ابيض، هو اللون الجراي الغامق ده. طيب تعالى نروح ناخده من الديزاين، ممكن احط الصوره بتاعت اللي انا كنت واخدها كوبي دي، معلش راحت، تعالى نحطها تاني. طب تعالى نعمل ريستارت الموقع. طيب عايزين نبدا ناخد اللون ده كوبي بالشكل ده، تمام. انا هاخده كوبي كده. ولو رحت على السكافولد بتاعك هتلاقي فيه بروبرتي جواه اسمها باك جراوند كلر. لو انا جيت على السكافولد كده جواه وجيت قلت له باك جراوند كلر بالشكل ده، هلاقي ان انا عندي طريقه اقدر من خلالها ان انا اغير اللون بتاع السكافولد كله، تمام. فانا هبدا ان انا اقول له انا عايز كلر، وهبصيله القيمه الثابته اللي هي ما بتتغيرش 0xff بالشكل ده، وهبدا ان انا ابصيله القيمه بتاعه اللون الجديد اللي انا عايزه، تمام. تعالى نعمل سيف ونروح نعمل ريستارت. هيبدا ان هو يغير لي اللون بتاع الباك جراوند كلر ده بتاع السكافولد، واخد اللون الجديد الجميل ده وشكله حلو والدنيا تمام. طيب عايزين نبدا بالراحه بقى نبني في الحاجات اللي هي الكتير دي. يعني في هنا صوره ليا، وفي اسمي، وفي التايتل بتاعي، وفي خط كده ابيض بسيط قوي قوي رفيع قوي قوي موجود هنا كده، وفي حبه حاجات عايزين نبدا نعملها. تعال نبدا بالصوره بتاعتنا. انا هروح اعمل فولدر هنا هسميه ايمجز، تمام. هعمل فولدر هنا هسميه ايمجز، وعايز ابدا ان انا احط الصوره بتاعتي جوه الفولدر ده. هروح اجيب الصوره وهبدا ان انا احط الصوره جوه الفولدر ده. طيب هو انا جبت الصوره دلوقتي وحطيتها جوه الفولدر، هي دي الصوره بتاعتي. عايز ابدا ان انا اعيد تسميه الصوره دي، ممكن مثلا نسميها مثلا ايه، بيرسونال فوتو بالشكل ده، تمام. هي الصوره الشخصيه بتاعتي، تمام. هاجي اخد الباص بتاع الصوره ده، كوبي كده اهو، واروح على البابسبيك دوت يامل، تمام. هنزل كده، هفضل انزل لحد ما الاقي السكشن بتاع الاسيتس اللي هو ده اللي فيه كلمه اسيتس بالشكل ده. هبدا ان انا اخد الكود من اول هنا لحد هنا كده اهو، واروح عامل كنترول ظه او اعمل له ان كومنت يعني، واروح دايس عليها يعني. وتعالى نشيل ده مش محتاجينه، وتعالى نطلع فوق نغير الباص بتاع الصوره الديفولت اللي هم حاطينها دول. تعالى نشيل دي ونحط الصوره الجديده بتاعتنا. طيب حطيت الصوره الجديده بتاعتنا، هدوس كنترول اس كده، انا بحفظ التغيير اللي انا عملته. هو بيعمل كومند هنا او بيعمل حاجه اسمها فلاتر باب جيت، هنعرف الحاجه دي قدام شويه. طيب هقفل بابسبيك دوت يامل، تمام. وتعالى نروح جوه السكافولد، وعايزين نبدا نخش على البادي بتاع السكافولد. طيب في البادي بتاع السكافولد انا عايز ابدا احط الحاجات الكتير قوي قوي دي. طيب لو لاحظت وركزت في التصميم ده، هتلاقي ان في صوره وفي تحتها اسم اللي هو التكست ده، وفي تحتها تكست تاني واخد اللون اللي هو شكله يعني ايه، شكله حلو كده، ماشي ما علينا يعني. وفي خط في العناصر تحت بعض، تمام. معناها ايه ان في عناصر تحت بعض؟ فاكر انت الكولوم؟
ده الكولوم كنت بستخدمه عشان احط مجموعه ويدجتس تحت بعض. فانا ممكن ان انا اجي في البادي بتاع السكافولد ده هبدا ان انا احط كولوم بالشكل ده.